على الرغم من أن منزل فادي الكفيري في سوريا يحتاج إلى خريطة طريق للوصول إليه، إلا أن هدف الزيارة يستحق تلك المشقة. فما أن وصلنا حتى استقبلنا فادي بابتسامة هادئة في بيته ليعرفنا هناك على ريا ابنته التي شكلت نقطة تحول كبيرة في حياته العائلية، حيث تعاني منذ ولادتها من مرض بروجيريا أو ما يعرف بالشيخوخة المبكرة. رايا خلفت وزن قليل كثير 450 غرام. أطباء كثير قالوا إنه هيك وزن ما بعيش، يعني أكثر من أسبوع ما بعيش، حتى تسجيل ما سجلناه. رجع الله كتب لها عمر وعاشت واستنى 2 3 حتى لل4 سنين، بس ناس شافتها وهيك قالوا مستحيل مستحيل بعدها عايشة. قلنا لهم بعدها عايشة. ريا التي حرمت من طفولتها هي اليوم على وشك أن تحرم من نعمة البصر أيضا، الذي بدأت تفقده تدريجيا إذا لم يسارع أحد لمساعدتها، فيحول ألمها إلى أمل ويبعد شبح الشيخوخة عن ابتسامتها البريئة. أكيد رايا عملت نقطة تحول وغيرت شغلات كثير، حسستنا إنه في الله موجود. هي عم تعطينا درس إنه لازم نصبر. طبعا بعد ما شفنا التقرير الخاص برايا ومثل ما تحدثنا بانه هذا المرض للاسف يصيب طفل واحد من كل 8 ملايين طفل، حبينا انها تكون معنا موجوده بالاستوديو عشان نكون على تواصل مباشر معها. رايا طبعا احنا مبسوطين فيك كثير. انت مبسوطه؟ اهلا وسهلا فيك يا رايا. ايضا نرحب بالاستاذ فادي كفيري والد رايا. اهلا وسهلا فيك، يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. وزميلتنا وصديقتنا سهام الشعشاع اللي تعرفت عليها من سنتين، تقولي من سنتين وهي تقول من 3 سنين، من اللي صح؟ قد ايه صار لنا سنتين ولا 3 سنين رايا؟ 2 ولا 3؟ 2. غيرت كلامك؟ لا ايه خلص تراجعت. من 2 تعرفت على رايا. بصراحة يعني كثير نموذج إذا بدك بالحياة، هيك بيثير فضولك إنك تفوت أكثر بتفاصيل حياته. رايا مش بعيدة كثير عن بيتنا بمحافظة السويدة اللي هي أهلي وناسي، وفادي ولينا زوجته وأصدقائنا. بس شلون اثارت فضولك اول شيء؟ كيف اثارت فضولك؟ لانه بتسمع عن حالي يعني مثل حاله رايا، بثير فضولك هيدا الشيء، فصرت دور وين رايا لحتى شوفها يعني، وشوف شو وضعها، شو امكانيه انه الواحد يكون واقف معها، لانه رايا بتستحق انه الواحد بعتقد انه يوقف معها بكثير محبه وبكثير هيك احاسيس حقيقيه وصادقه، لانه هي بمنتهى البراءه واللي بقلبها على راس لسانها. شو بدك تقولي له لعمو سعود؟ شو بدك تقولي له؟ طب شو بدك تقول لسهام؟ تحبيها؟ حبيبتي وانا بحبك كثير. سيد فادي، كلمنا عن تجربتك. طبعا رايا يعني عمرها الان تقريبا 9 سنوات او ما وصلت لل10 سنوات. نعم. اكيد انها عملت نقطه تحول في حياتكم، في حياتك وحياه المدام. نعم. هذا التحول تحكي لنا عنه، هل بدايه من طفولتها من خروجها الى الدنيا، ولا كانت عندك تصور مسابق من خلال راي الاطباء انه في ابنه لك جايه لها ظروف خاصه؟ يعني لما شفت لها الطفل هيك، يعني كيف بدي اقول لك، تحولت مشاعري بمصداقيه، بحب للحياه، بحب لرايا قبل الحياه. يعني غيرت لي، حولت لي حياتي لسعاده، لامل، اعطتني امل بالحياه كثير، اعطتني محبه، حب الناس، شارك الناس. نعم. ليه عم تسالي؟ طب انت سهام، انت بما انك انت يمكن بعيده عنها بس تعرفتي عليها من 2 سنين، وش التحول او نقطه التحول اللي
اضافتها لك او استوقفتك اكثر بعد ما شفتي رايه؟ تعرف يمكن لانه مثل ما قلت انه حاله من ضمن ملايين الحالات انه بتشوفها قدامك، بتصير عاجز عن انه كيف بدك تتصرف معها، شو الاشياء اللي ممكن تلبيها. يعني انت شايف رايا يعني طفله ذكيه، طفله عندها متطلباتها، بالرغم من انه يمكن النمو الجسدي يعني هو بحد ذاته ممكن يشكل لها هاجس انه هي ضمن الاطفال الاخرين، او حتى علامه استفهام. انا بعرف قد ايه بيعانوا فادي ولينا من صعوبه انه لما بيكونوا مع رايا والناس مثلا بتستوقفهم، لما بيشوفوا طفله طبيعيه هي طبعا 100% بيشوفوها ما بيستوقفوا الموضوع، ولكن لما تبلش تحكي بتثير فضول الاخرين. وبعرف انه الاهل تقبلوها بكل محبه، وهيدي نعمه من رب ما العالمين. زعجتكم شيء ابدا فادي؟ نعمه من أبداً. رب حتى في العالمين. البدايه يعني فضول العالم، فضول حتى الناس. في البدايه أها. يعني حولت لنا حياه، شو بدي اقول لك هيك، شفنا العالم غير نكهه وغير شكل وغير من لما اجت هالطفله. خلينا نتكلم سيد فادي. نعم. احنا نعرف انه عندها او هي بحاجه الى اجراء عمليه مهمه جدا، زراعه قرنيه في العين. نعم. يعني خلينا نتكلم عن اول شيء كيف تم اكتشاف هذا الشيء، وهل هناك صعوبات واجهتكم يعني القيام بهالعمليه ولا لا؟ اللي اكتشفها الدكتور ماهر بدر عندنا بمحافظه سويدة، واكيد لحد هسه يعني في صعوبات كثير. يعني حاله مثل حاله رايه مش عارف شو بدي اقول لك، يعني صعب انه ينزرع لها قرنيه، او يعني دقيقه بتكون عمليه دقيقه يعني بشكل. نتائجها بالنسبه لاي شخص عادي ممكن تكون يعني نسبه النجاح عاليه، لكن نعم. بالنسبه للظروف رايه ممكن تكون صعبه. سهام، انت اطلعتي على التقرير؟ بصراحة أنا سألت، واللي كان بدي إياه أكثر إنه نحن نتأكد من الفحوصات، لأنه بتعرف قد إيه العملية ممكن تكون دقيقة، لأنه هل هي بتحمل إجراء مثل هالعملية؟ يعني هذا اللي كان الهدف الأساسي إنه نتأكد منه. مشان هيك أنا حبيت رايا تكون معكم، لأنه سبق وطلت على شاشة الMBC وأثارت فضول الكثيرين من الناس اللي حبوا إنهم يوقفوا معها ويساندوها لحتى يعني تزرع القرنية، ولحتى يكونوا كمان هيك لهم يد بأنه هالطفلة تعيش ما تبقى من الحياة وقادرة تشوف كل اللي حواليها. يعني أنا كتير بستصعب لما بتقلي بيوجعوني عيوني الاثنين، هاي وهاي. خلينا نسألها عن عيون هي اذا سمحتي سهام. بيوجعوك عيونك؟ أيها؟ ايوه، هاي أكتر؟ اليمين والشمال كمان. والتاني بتوجعك؟ هاي بس؟ اكثر من الثانيه. اليمين اكثر من الشمال. طيب سيد فادي، عموما احنا سالنا مجموعه من الاطباء الزملاء في البرنامج، حاولنا نتقصى عن مدى نجاح هذه العمليه وتكاليفها. ابلغونا بانه تكاليفها تقريبا من ال 14 الى ال 15 الف دولار. نتمنى طبعا احنا بما انه احنا جزء من مهمتنا في هالبرنامج انه نساهم في صناعه نقطه تحول في حياه الاخرين ايجابيا. نتمنى ان شاء الله من كل اللي بيشوفنا من المشاهدين اذا كان عنده القدره الماديه انه يساهم معنا في صناعه هذا التحول الايجابي في حياه رايه، انه يكون شريك معنا في هذا النجاح. على كل حال احنا ان شاء الله متفائلين خير باذن بانه الله ان شاء الله خلال الاسابيع القادمه القليله القادمه انه نامن هذا الامر، ونشوف رايه ان شاء الله في حلقه قادمه من البرنامج بعد ما تجري العمليه ناجحه ان شاء الله. قولي امين يا رايه. قولي امين. قولي شكرا لعمو سعود. قولي له شكرا. قولي شكرا، وللجمهور وللمشاهدين اللي ان شاء الله حيشوفونا اليوم. يلا بعتي لهم بوسه كبير. ستي لهم بوسه. هاي بوسه. يلا كبي لهم بوسه كلهم.